السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم بتشوفوا فيديو اليوم حقول لكم عن خطوات بسيطة وسهلة بس مفعولها كبير جدا جدا للشعر، وكمان فوائدها حلوة جدا، وحتلقي نتيجة في طول وكثافة شعرك، وكمان في تساقط الشعر. اذا عندك تساقط حتوقي تساقط شعرك، واذا عندك قشرة كمان حتعالجيها بس بخطوات انا اقول عليها تمشي عليها، تتبع الخطوات. واهم شيء الالتزام والاستمرار، لانه من غير التزام واستمرار ما حتلقي نتيجة على اي شيء انت بتعمله، او على اي نوع روتين انت بتعمله، او اي زيت. حتى لو اشتريتي اغلى انواع الزيوت ما حتستفيدي. حابة شعرك يكون طويل كثيف وخالي من اي مشاكل وصحي؟ تابعي الفيديو للاخر، ولايك واعملي شير للفيديو، وكمان اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل. لانه يا بنات اليوم انا حقول لكم عن خطوات بسيطة بس فرقها كبير في تطويل الشعر. اهم حاجة في الخطوات دي انكم تلتزموا بها. الخطوة الاولى هي حمام زيت. لما تيجي تغسلي شعرك ما تغسلي شعرك بدون ما تكوني خاطة ماسك او خاطة حمام زيت لشعرك، لأن الخطوة دي ضرورية جدا جدا. أول حاجة تستفيد فروة الراس من الزيت أو من الماسك اللي انت حتحطيه على شعرك، وكده بتحصلي على فوائد بدون ما تسببي جفاف لفروة الراس أو تخلي فروة الراس تكون معاكي دهنية. الخطوة الثانية برضو إنك شعرك ما لازم تمشطيه وهو مبلول، يعني غسلي شعرك مع طول تيجي تمشطيه. ما تستخدم المشط أبدا وشعرك لسه هو مبلول، لأنه في الحالة دي شعرك بيكون ضعيف وعرضة للتكسر والتقصف وكمان التساقط، وحيتساقط شعرك لو مشطيه هو لين بكمية كبيرة جدا. الخطوة الثالثة هي التونر. إنك ما تقطعي التونر ده تعمليه دايما وتستخدميه مرتين في الصباح والعشية، لأنه بيثبت الفراغات. إذا عندك فراغات في شعرك، عندك مشاكل في البيبي هير، بينبت شعر جديد. ده بيحل لنا كل المشاكل اللي بتكون في الراس أو في فروة الراس. التونر بعد ما غسلت شعرك كمان في خطوة رابعة، هي إنك ترطبي شعرك. تستخدمي كريم للترطيب معاه زيت الفاتكة بالحبة السوداء، لأنه بيحمي لنا الشعر وكمان بيديه قوة ولمعان. زيت الفاتكة بحبة بركة حلو جدا جدا. بعد ما تغسلي شعرك تستخدميه، لأنه بيحافظ على الشعر. بعد ما تغسليه بيكون الشعر فقد كمية كبيرة من الزيوت الطبيعية الموجودة فوقه. استخدامك لزيت حبة البركة زيت الفاتكة بحبة البركة بيحافظ لك على شعرك، بس خطي من الجذور للأطراف، وبعدين هو خفيف الشعر بيمتصه، يعني ما بيقعد بيخليك شعرك مزيت، وشعرك بيكون صحي وبيغذي الشعر. بيغذي الشعر وكمان بيحمي لك شعرك من التساقط وبيديه لمعان وقوة. وكريم الترطيب أهم شيء إنك ترطبي شعرك، خاصة إذا كان شعرك كيرلي لازم ترطبيه بعد الغسيل. تستخدمي اي كريم انت بتحبيه، كريم ترطيب تستخدمي، لان الترطيب خطوة مهمة جدا جدا، انه شعرنا ما يكون منفوش، شعرنا ما يتكسر، شعرنا يكون حلو وصحي كمان، ونحافظ عليه من التقصف ومن الاطراف اللي بتكون متغصفة او من هيشان الشعر. لانه لو الشعر خلينا بدون ترطيب بيكون عرضة للتكسر والتغصف كمان. اي نوع كريم انت بتحبيه ممكن تستخدميه على شعرك بعد ما تغسلي، واهم شي تركزي على الاطراف عشان الاطراف ما تتغصف وتكون متكسرة. دي خطوة، يعني الخطوات دي سهلة وبسيطة وكل شخص بيقدر يعملها. انت بس تتبعي الخطوات دي ان شاء الله حتلقي عليها نتيجة. كمان مع استخدامها المستمر من كريم او ماسك لشعرك قبل الحمام، شعرك حيطول. شعرك اذا فيه تساقط حيوقف تساقط، انه دي بتوقف التونر، بيوقف لنا تساقط الشعر وبينبت شعر جديد، بس انتوا تستخدموه بطريقة صح.
لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو بتمنى إنكم تشاركوه مع أصحابكم وأخواتكم، وكمان اشتركوا في القناة وما تنسوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله، واللايك للفيديو والتعليق الحلو منكم بشجعني وبدعمني. مع السلامة.